صباح الخير، صباح النور، صباح الفل. بصوا الفيو، بحكيكم من اعلى نقطة في مدينة الغردقة. مدينة الغردقة الساحرة بجد، مش هزار. بلد جميلة جدا جدا جدا. عندنا النهاردة تعديل تقسيط سلم، عايزة افرجكم عليه. بصوا الجمال، احنا في مارس. اجانب طبعا بالنسبة لهم التوقيت ده الجو فيه جميل جدا. بلدنا جميلة يا جماعة. بصوا الشمس الساطعة فوقي اهي. في ناس ما بتشوفش الشمس دي طول السنة. مين يعرف بلد ما بتشوفش الشمس؟ بصوا الشمس والجو جميل، السما الزرقاء والبحر. الغردقة بلد في حتة تانية، مليانة بالخيرات الطبيعية. لا، يا ريت اللي بيشتغلوا فيها يعرفوا قيمتها ويفهموا قيمتها وما يهتروهاش قدام الاجانب والزوار، لان هم بيجوا هنا يتهبلوا. شايفين الراجل الطيب اللي بيعوم ده؟ ناس بجد بتيجي، الاجانب بتيجي هنا بتستغرب ان احنا يعني بالعقليات دي وربنا مأتمنا على الجمال ده. معلش سامحوني، يعني انا النهارده بس طالعه عايزه افوقكم. بصوا الجمال، بصوا البلد، بصوا الشياكه، بصوا الحلاوه بتاعت المعمار والمباني بتاعت الضوء. انا هنا في اعلى نقطه في مدينه الغردقه، انا في الدور السابع. يعني شوفوا بقى كم متر فوق البحر. حبيت اشارككم بالجمال ده. طبعا يعني جمال طبيعي ينسي اي واحد همومه. البيت اللي انا فيه ده انا فرشته بالكامل من حوالي سنتين ونص، 3 سنين، يعني في الحدود دي يعني. وسلمناه لاصحابه، بس كان فيه طبعا كومباوند الضو بيسلم الناس متشطب. فكان في نقطتين معماريين انا كتبتهم في ملاحظات التسليم وانا بستلم الوحدة. بكتب ملاحظاتي قبل ما ابدا اشطب. فالنهارده انا بحاول اتلافى الملاحظات دي، انا اللي بعملها بنفسي لان هم وقتها ما عملوهاش، والعميل كان مستعجل على الاستلام فما اتعملتش. البيت اشتغل والناس سكنت وابتدوا يتضايقوا من التفصيلتين دول، لان هم انا قلت كتير قبل كده الحاجه المعيوبه معماريا تضايق، الحاجه اللي معموله ديكوريا هتضايق، بس مش هتضايق المضايقه اللي تخليك تقفل من البيت. الديكورات ينفع تتغير، المعماري يفضل انه يتعمل من البدايه. طيب انا هقلب الكاميرا كده اصبح عليكم، بس استأذنكم اللي يشوفني بقى يقول صباح الخير. عايزه بقى ايه تفاعل كده على البوست على اللايف، علشان هنقول كلام جميل. بصوا الحمام يا روحي، بصوا الطيور والحاجات الجميله. كان في حمام واقف على الجزء الزجزاج ده، لسه باقيه واحده سابوها. برجولات واللاندسكيب الجميل ده. هقلب الكاميرا وهصبح عليكم تصبحوا عليا بقى، ماشي؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح النور، صباح الانوار. ازيكم؟ احنا النهارده بنعمل عمليه جراحيه حرفيا، يعني عشان تغير معماري في بيت ساكن. تغير معماري يعني ايه معماري؟ يعني حوائط، تقسيمات، بارتيشنز، سلالم. احنا النهارده بنغير في تقسيط سلم. صباح عليا ولا لا؟ الناس اللي في اللايف قولي صباح الخير. كله يعلق يقول صباح الخير. كنت عدلت في المعماري. قلنا هو كل ما هو حوائط، تقسيمات ما بين فراغات معينة.
شبابيك، بيبان، سلالم. فانا شغاله بعدل معماريا مع ديكورات والوان، فالموضوع هدك شويه. هقلب الكاميرا ونتفرج على تعديل السلم اللي بيحصل ده، وهستنى رايكم وهستنى تصبحوا عليا. السلم ده بنعيد تقسيطه من اول وجديد. عن طريق تجليده بالخشب. بس الريس شغال فوق. صباح الفل يا ريس. ريس تاني. فهو شغال من فوق لتحت، بنعيد تقسيطه. ايه بقى تقسيطه؟ ارتفاع درجة السلم اللي هي هي دي اسمها نايمة، دي اسمها النايمة، ودي اسمها القايمة. القايم بتاع السلم هنا ارتفاعه حوالي 18.5 19، فالارتفاع ده صعب جدا على الرجلين. يعني وانا بطلع كده تمام، ارتفاعه على بالنسبة لرجلي مش مريح معماريا. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل مشاكل كتير مع السن، بيعمل خشونة الركبة، بيعمل لا قدر الله انزلاق غضروفي، بيعمل مشاكل كتير للعظم. فتقسيط السلم من اكتر واخطر الحاجات اللي ممكن تأذي الناس اللي ساكنة فيه. انا اول ما جيت هنا طبعا لاحظت الملحوظة دي، وكان عندي حل ليها بترحيل الباب ده، وان احنا نعمل سلمة زيادة وناخد سلمتين زيادة. ده اللي بيحصل دلوقتي. طبعا ممكن الناس الصغيرة، الشباب الصغير ما يحسش بالتعب وهو طالع السلالم دي، الناس الكبيرة بتحس. فمع تردد المستخدمين على البيت، الناس الكبيرة لو طلعته مرة ما بتطلعوش التانية، ما بتقدرش. فانا دايما حتى لما ببقى بنفذ حاجة في فيلل بتأكد من ارتفاعات السلالم، وبنصح دايما لو لسه البيت تحت التشطيب يتعمل أوضة في أول دور، لأن مع السن الواحد مش ضامن، برضو السن مش ضامن لا قدر الله يحصل حاجة، حد يتعب. فالأوضة اللي دايما في الدور الجراوند فلور دي بتبقى مفيدة جدا يعني. طبعا ان يبقى عندك بيت دورين ده بيدي برايفسي عالية، بيدي خصوصية قوية للناس اللي ساكنة، بس برضو نراعي نعمل اوضة ولو بسيطة تحت للزمن والسن والعمر والاستخدام، ولا قدر الله حد تعب، حد مرض، الأوضة دي هتنفعه جدا في البيت. فتقسيط السلم من الحاجات المهمة اللي بتأثر على صحة العظام عند الناس. يعني مع كتر طلوع السلم يكون مش متقسط، ده فيه خطورة على فقرات الظهر، فيه خطورة على الخشونة بتاعة الركبتين. عموما السائل اللي هو ما بين كل عظمة والتانية بيتأثر بطلوع السلم. طلوع السلالم من الحاجات المفيدة صحيا، بس لازم يكون ارتفاع القايمة مناسب. فقلنا كام بقى ارتفاع القايمة المناسب؟ من 15 16 ماكسيموم خالص 16. فهنا الارتفاع عندي داخل في 18 سنتي و18 ونص كمان في بعض السلالم، وفي سلالم 19. فاحنا هنا بنعيد تقسيطهم باستخدام تجليد خشب. بنجلده خشب ارو مسيف، بنجلده بحيث يبقى ارتفاع القايمة دي بدل من 18 سنتي هتبقى ان شاء الله بالظبط 16 ونص في الحدود دي. ده هيريح السلم خالص. طيب الفرق بقى في الارتفاع ده هتعملي فيه ايه يا باشمهندسة؟ هعمل هنا، اللي بيسأل السؤال ده، هعمل هنا مروحة، هزود سلمتين. يعني هما في اول البادي ده بدل ما هما سلمتين هيبقوا 5.
هعمل واحدة من اول هنا هتبدأ، بعد كده التانية، بعد كده التالتة هتتقسم لاتنين، والرابعة هتبقى عدلة. فكده 5 سلالم في الربع ده، بدل ال3 دول هيبقوا 5. هنزود سلمتين هيعوضوا الفرق في الارتفاع ده. فالسلم عندي هيبدأ من اول هنا، من اول النقطة دي، ويمشي مع السلم ده. طيب انا ايه اللي كان مانعني اعمل ده من الاول؟ الشباك ده. الشباك ده كان بابه من هنا. اللي شاف الفيديو في فيديو هنا على الصفحة كان باب البلكونة من هنا، فانا عدلته جبته هنا عشان يبقى عندي سماحية لحرم السلم ان انا ابدأ اعدل فيه واجلده بالخشب. قلت لكم في اول الفيديو ان الاخطاء المعمارية بتضايق اكتر، بتأثر على الصحة. ايه الاخطاء المعمارية؟ الفتحات، مسارات الحركة، صباح الخير. الفتحات، مسارات الحركة، تقسيط السلالم، كل دي مشاكل معمارية بتأثر على الانسان. فرجوا على الفيو تاني، قولي لي رأيكم بس في الفيو. يبقى الاول قبل ما تشطب لازم تتأكد ان الفراغات عندك معماريا سليمة، الفتحات بتاعة التهوية متناسبة مع حجم الغرفة او الأوضة او الريسبشن. فتحات التهوية مهمة جدا. مسارات الحركة بالنسبة للبيت حوالين الفرش مهمة جدا. كمان مسارات الحركة لو فيلا جراوند فلور وهيبقى في مسار حركة ممتد مع اللاندسكيب، برضو دراستها مهمة جدا، داخلي مع خارجي. تقسيم الفراغات بحيث تناسب الفرش. احنا المفروض بنرسم الاول الفرش وبنوزعه في الفراغات، وبعد كده بنحط الحوائط ومن ثم العمدان. مش بنحط العمدان والكمرات والزحمه بتاعه الخرسانه وبعد كده بقى نشون كراتين بقى، يعني الناس مش كراتين، تمام؟ ما ينفعش اي تقسيمه. لازم نشوف ابعاد حجم الانسان، السرير اللي بيحتاجه، الدولاب اللي بيحتاجه، التسريحه اللي بيحتاجوها. كل دي حاجات ستاندرز ليها دايمنشنز معينه لازم نوزعها في السبيس بتاعنا، وبعد كده نبدا نريح الفراغات. فالاخطاء المعماريه بتفضل تضايق وتأثر في الصحة وفي النفسية. وضحت لكم هنا خطأ معماري في تقسيط السلم. السلم من الحاجات اللي لازم تدرس وتترسم كويس قوي، بيبقى لها يومين كده دراسة وشغل قبل ما ننفذها. انا هنا لما غيرت فتحة باب البلكونة قدرت جاني السماحية اني اغير في بير السلم او تقسيط السلم. تابعوني تشوفوا الموديفاي الاخير للسلم الجميل ده، هيعجبكم قوي. والمكتبة دي في هنا بوكس هيجي يتحط جوه التلفزيون، علشان التلفزيون في الاول كان على وش السلم، فده كان بيضايق اللي رايح واللي جاي. حاجات زي كده بنحطها جوه علشان ما تضايقش، يبقى زي اليونت دي بتاعه السمارت سيستم بنحطها جوه البانو او طالما حاجه يعني التي في يونت في مسار حركه. وانا ليه عملت التي في يونت هنا؟ لان المساحه عندي كانت صغيره جدا جدا في الريسبشن ده، فكان لازم ان انا استغل اي استغلال للمساحه. وطبعا ده مسار حركه مينفعش احط فيه الكنب، فكان لازم الكنب يبقى هو اللي هنا والتلفزيون اللي هو هنا. فاضطرينا ناخد الاسلاك بتاعه التلفزيون وننقلها هنا. دي كانت في المرحله الاولى في التاسيس. استنوني هتشوفوا موديفيكيشن اخير. عاملين هنا طابلوهات جميله جدا بالخشب، ارت تمشي مع السقف. هتتفرجوا على السلم ده بعد ما يخلص ان شاء الله، ونعيد تقسيطه ونزود السلمتين اللي هنا علشان نريح القايم بتاع السلم ونعدله، بدل من هو عالي
بيتعب الرجلين، الناس الكبيرة متقدرش تطلع عليه. هنقسطه بدل ما هو 18 سنتي هيبقى 15 سنتي، 15 ونص، 16. في سلالم 15 ونص وسلالم 16. يومكم سعيد.